المعارضين بيردوا: يا جماعه بالراحه، اللي حصل ما كانش قفزه ولا ثوره، ده كان استمرار طبيعي لتغييرات بدات من قبل كده. الارض دايما في حاله تبدل، اللي بيفرق هنا هو ان احنا كبشر بنحب نعمل تقسيمات باسماء علشان نفهم التاريخ، لكن الحقيقه الطبيعه مش بتمشي بعناوين فصول. وطبعا هنا بيجي السؤال: ايه اللي فرض التغييرات دي؟ ناس تقول حركه الصفائح التكتونيه، التكتونيك بليتس، هي اللي عملت كل اللعب. لما القارات بتتحرك بتغير التيارات البحريه والجو. وناس تانية تقول لا، العوامل المناخيه والغازات في الجو ليها الدور الاكبر. اللطيف ان الاتنين صح بدرجات مختلفه، زي ما نقول اتلمت الحبايب، القارات اتزحلقت والمناخ اتبدل والنظام كله اتقلب على بعض. وطبعا التغيير ده جه في وقته علشان يجهز المسرح للحلقه اللي جايه، الميوسين وورمز، اخر فتره دفيانه كبيره لما الارض لبست طوب اخضر واسع وقالت خلينا ندي الكائنات شويه دفى قبل ما ندخل في عصر التلج. في بدايه الميوسين من حوالي 23 ل 15 مليون سنه فاتت، الكوكب كان عايش 8 مليون سنه في جو دافي جدا، والمرحله دي العلماء بيسموها الميوسين كلايماتيك اوبتيمم، ذروه المناخ الميوسين. يعني الارض كانت سخنه والمحيطات ادفى والغابات منتشره في كل حته. ممكن تتخيل ان الارض كلها شبه غابه استوائيه كبيره من اسيا لامريكا، لدرجه ان النباتات زي النخيل اللي بنشوفها دلوقتي في المناطق الاستوائيه كانت بتطلع في اوروبا الوسطى.